النهاردة معادنا مع الجزء الثاني من فيلم وور، وده أقوى من الجزء الأول في الأكشن والإثارة والحبكة. جهز نفسك عشان اللي جاي دمار. وبيبدأ الفيلم في اليابان، وبنشوف الشخص ده وهو قاعد وسط رجالته وبيأكل الدب اللي بيحميه. ووقتها بيجيله واحد من رجالته وبيقول له انت لازم تمشي دلوقتي لأن أعدائنا باعتين جيش عشان يخلص عليك. فبيضحك وبيقول له ما تقلقش، وبيأمر الدب يروح يتصدى ليهم. وفجأة بيظهر البطل كبير، وأول ما الدب بيشوفه بيكون مسالم وكمان بيمشي معاه. ولما بيوصل للشخص ده بيسأله فين الجيش اللي معاك، فقال له أنا الواحد أساوي جيش ومهمتي إن أخلص عليك، ولو رجالتك خايفين على حياتهم خليهم يمشوا. فقال له النهارده عيد ميلادي ال75 وكنت بحتفل بيه وبحلم إن أكمل 100 سنة، وللأسف أنت جيت في وقت مش مناسب، عشان كده مش هتطلع من هنا عايش. فبيطلع كبير سلاحه عشان يخلص عليه، فقال له ما ينفعش تستخدم أسلحة هنا، لو عايز تواجه استخدم قوتك. فبيرمي كبير السلاح وبتنزل له رجالته عشان يواجهوه، وبيقدر يتعامل معاهم بكل احترافية ومحدش بيقدر يعمل له أي حاجة. فبيخاف منه الشخص ده وبيمشي، وبتنزل لكبير مجموعة تانية أقوى لكن ما بيفرقش معاه العدد ولا القوة، وبيخلص عليهم بكل جدارة. وبيروح الشخص ده يركب الطيارة عشان يهرب، لكن بيلاقي كبير وراه، فبيأمر البنات يخلصوا عليه. فبيوقع كبير الجسر بيهم وبيتعلق في الطيارة وبيخلص على السواق عشان الطيارة تتدمر باللي فيها. وبيسافر ألمانيا عشان يستلم حقه في تنفيذ المهمة، وفعلا بيتحول له 1,200,000 يورو لحسابه. وبتقول له انت نفذت 20 عملية اغتيال في 15 شهر بس، وده إنجاز كبير، وحقيقي دي أفضل فترة اشتغلتها معاك، بس للأسف هتوحشني. فبيسألها ليه، فقالت له في واحد عايزك تشتغل معاه، بس ده مش أي واحد، ده كالي. فقال لها أنا طول عمري مستقل وما بحبش أشتغل مع شخص واحد. فقالت له مش بمزاجك، وبتقفل عليه الباب وبترش عليه مخدر عشان يفقد الوعي. وعلى الناحية التانية في الهند بنشوف حفل تكريم، وبيكون القائد لوسر فرحان ببنته كافية وفخور بيها جدا، وبيروح عشان يرقص معاها. لكن وقتها بتجيله مكالمة وبيقول لها ثواني وراجع لك. في نفس الوقت بنشوف كبير وهو بيفوق وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيتعرض قدامه مكالمة جماعية من منظمة كالي، وبيقول له واحد منهم احنا مراقبينك من زمان وشغلك عجبنا، اهلا بيك في كالي، واسفين على الطريقة اللي جبناك بيها، المهم في عقيد في المخابرات الهندية عايزينك تخلص عليه، ودي اول مهمة ليك معانا. فقال له طول ما هتديني فلوس هعمل لك اللي انت عايزه. فقال له الموضوع اكبر من كده، انت ممكن تبقى شريك في المنظمة قريب، وبما ان الهند بتعتبرك عدوها الاول فلما تنضم معانا هتقدر تنتقم منهم بالطريقة اللي انت عايزها. فبيسألوا مين اللي عايزين تخلصوا عليه، فقال له موجود وراك. ولما بيروح عشان يشوفه بيلاقيه لوسر، وبيقول له لوسر انت هتفضل خاين لحد امتى، انتوا كلكم شوية مرتزقة مالكوش قيمة، واللي كنت بعتبره ابني بقى واحد منكم. فبيقول واحد منهم لكبير خلص عليه دلوقتي. وبنرجع بالزمن سنتين وبنعرف ان لوسر وكبير كانوا شغالين على مهمة القبض على كالي. وبيقول لوسر لكبير المهمة دي مش سهلة، لان اللي هنحاربهم مش حرامية، دول منظمة كبيرة وقائدها هو كالي. وبعد تحريات كتير قدرنا نعرف انهم رجال اعمال كبار ومعاهم قادة كتير من جميع انحاء العالم، ومهمتهم دلوقتي انهم يدمروا الهند عشان يسيطروا عليها ويحطوا قوانينهم. المهمة دي هتكون اكبر مهمة في حياتك ولازم توعدني انك تنجح فيها. فقال له اوعدك اني اوقفهم عند حدهم. وبنرجع لكبير وهو واخد لوسر عشان يخلص عليه، وبيراقبهم رجالة كالي، وبيقول له انا مستحيل اسيبك تموت. فقال له انت الوحيد اللي هتقدر تنقذ الهند، لازم حد يضحي عشان البلد، وانا مستعد اضحي بنفسي. فقال له بس كافيا بنتك ملهاش غيرك، ولو انت مت فهي مش هتستحمل. فقال له انا خدت القرار خلاص، وبأمرك تخلص عليا دلوقتي. وفعلا بيسمع كلامه وبيكون حزين عليه جدا. وفي اليوم التاني بتوصل كافيا عشان تستلم جثة ابوها، وبتكون منهارة من العياط على فراقه. فبيقول لها المحقق في شخص مجهول بعت لنا فيديو بس صعب عليك تشوفيه، لكنها بتصمم تشوفه، وبتتصدم لما بتعرف ان كبير هو اللي خلص على والدها. بعدها بنشوف كبير وهو رايح يقابل اعضاء المنظمة، وبيتم تفتيشه كويس جدا. واول ما بيدخل للمكان بيحيوه على تنفيذ اوامرهم، وبيهنيه الشخص ده انه نجح في الاختبار. فقال له مش انت جوتان ملك البترول والاتصالات؟ فقال له كمان عضو مهم في منظمة كالي، وهدفنا نوقع الحكومة الهندية عشان نحط قوانيننا ونسيطر على البلد، وانت دلوقتي بقيت واحد مننا، يعني ده بقى هدفك انت كمان. فقال له انت بعت فيديو قتل اللوسر للمخابرات عشان تتأكدوا ان مش هرجع الهند تاني. فقال له بيعجبني فيك ذكائك، عموما قتل اللوسر كان اول خطوة، والخطوة التانية في حد من رجالتنا هياخد مكانه. في الوقت ده بتكون مراسم جنازة لوسر، وبيكون الحزن باين جدا على كافيا. فبيقول لها الوزير احنا فقدنا شخص عزيز علينا، والدك كان بيحب بلده اكتر من اي حد، ولازم تكوني فخورة بده. ووقتها بيوصل العقيد الجديد كاران، وبيعزي كافيا وبيقول لها حق والدك هيرجع. فقالت له انا عايز انضم لفريقك. فقال لها انا فاهمك كويس ومقدر حزنك، بس للاسف ما ينفعش اي حد ينضم للفريق. فبيقول له الوزير كافيا شاطرة جدا، وانا واثق انها هتكون اضافة قوية للفريق.
لأن أنت وفريقك مش هتقدروا تعملوا حاجة مع كبير، واحد بس هو اللي هيقدر عليه. ضابط كبير في القوات البحرية وعارف تفكير كبير كويس، وبيحكي له على آخر مهمة نفذها. وبنشوف القائد وهو بيقول لرجالته احنا جالنا تهديد من عصابة صومالية، وبيكون زعيم العصابة بعت لهم فيديو وبيقول لهم في انهم لو مخرجوش رجالته من السجن هيخلص على المحتجزين عنده واحد واحد. والمشكلة ان المكان ملغم بالكامل، يعني ما ينفعش اي اقتحام، وبرضه ما ينفعش هجوم بالطيران لان عندهم منظومة دفاع جوي. عشان كده الضابط فيكرام هو اللي بيكون عنده الحل، وبيتعلق في طيارة مسيرة لحد ما بيوصل للمكان، وبيضرب واحد من العصابة وبيلبس هدومه وبيعرف منه مكان المحتجزين، فبيدخل عشان يطمنهم وبيقول لهم محدش يتكلم، وبيطلع عشان يهاجم العصابة لوحده وبيرمي عليهم قنابل عشان يخلص منهم، وبيكمل ضرب في الباقي وما بيكونش حد قادر عليه، وبيواجه زعيمهم وبيقدر يخلص عليه، وبيهرب بسرعة مع الرهاين وبيدمر المكان على اللي فيه. بعدها بيجتمع العقيد كاران مع فريقه وبيقول لهم المشكلة دلوقتي هنلاقي كبير فين. فبيقول له فيكرام دي سهلة، السؤال الأهم ليه كبير عمل كده؟ ده العقيد لوسر كان بمثابة والده، ممكن يكون قتله عشان الفلوس. فبتقول له كافيا كبير ما كانش همه الفلوس أبدا، ده عاش عمره عشان شغله. فقال لها المشكلة إنه مالوش عيلة عشان نضغط عليه بيهم. فبتقول له هو مالوش عيلة، بس في بنت صديقته اسمها نينا ماتت في مهمة وكان عندها بنت، وأكيد كبير هو اللي بيعتني بيها. وبتنتقل بينا الأحداث لأسبانيا، وبنشوف روي وهي ماشية في الشارع وبيجي لها رسالة من كبير وبيقول لها شوية وهكون عندك. ولما بتروح عشان تقابله بيكون في حد بيراقبهم، وقبل ما كبير يوصل لها بيجيله رسالة من كالي وبيعرفوا ان في حد بيراقبهم، فبيقول لها لازم تمشي دلوقتي. ولما بيظهر بتمشي وراه رجالة فيكرام عشان يمسكوه، لكنه بيعمل لهم فخ وبيتعامل معاهم بكل احترافية، وبيقول له روحي اسرقي عربية واهربي بقى لحد ما قابلك. ولما بيطلع فوق البرج بيلاقي كافيا في انتظاره، وبتقول له انا عايز اسمعها منك، قول لي انك ما قتلتش والدي وانا هصدقك. لكنه ما بيردش، فبتتعصب وبتبدأ تهاجمه، لكنه ما بيرضاش يضربها وبيفضل يتصدى ليها، وبيقدر يهرب منها بسهولة وبيركب العربية مع روحي. ولما بيعرف فيكرام اللي حصل بيتعصب وبيروح يطارد كبير في كل مكان، وبعد مطاردة طويلة ومثيرة بيرمي كبير خطاف على الطريق عشان العربية تتقلب بفيكرام، لكنه بيلاقي الشرطة محاصراه من كل اتجاه ومعاهم كافيا. وفي نفس الوقت بينزل فيكرام من عربيته وبيوجه سلاحه عليه، لكن كبير ما بيستسلمش وبينط من على الكوبري وبينزل بالعربية على القطر، لكن روحي بتكون خلاص هتقع، فبينزل فيكرام هو كمان وبينقذ روحي في الوقت المناسب. ووقتها بيلاقي ان كل الركاب حياتهم في خطر لان القطر هيصطدم بالجبل، فبيروح يفصل العربات عشان ينقذ الناس، وبينط كبير وروحي في المية على اخر لحظة وبياخدها وبيروح لوالدة خالد. فبترحب بيه وبتقوله لما شفتك افتكرت كل حاجة، افتكرت الحزن والسعادة، انا مش زعلانة على خالد لاننا كلنا فدا الوطن. فقال لها بصراحة في مهمة خطيرة وعايز روحي تفضل عندك عشان تكون في امان. فقالت له مش هتلاقي امن من هنا، انا عارفة انك دايما بتحاول تعمل الصح لكن بتبان قدام الناس ان انت السبب في الخطر، لكن انا هفضل واقفة معاك لحد ما الكل يعرف ان انت اللي شايلهم وبتحميهم. بعدها بيرجع كبير للمنظمة وبيقول له جوتام شكرا لانك حذرتني في الوقت المناسب، بس انت عرفت ازاي؟ فقال له المعلومات دي بتوصل لنا اول باول، منظمة كالي كبيرة واكيد حاجة زي دي مش هتعدي علينا. ولما بيوري له صورة الوزير بيسأله هو شغال معاكو، فقال له حاولنا بس طلع وطني جدا، لكن هنعمل محاولة تانية. اخوه وعيلته هيجوا في طيارة خاصة من سنغافورة لدلهي ومراته هتكون معاهم، الوزير ده هو المفتاح لكل خططنا في الهند. فبيسأله عايز نخطفهم؟ فقال له لا انا عايزك تقتلهم، احنا عايزين نبعت له رسالة عشان يتخلى عن وطنيته. فقال له اعتبر الموضوع انتهى. وبالليل بيبعت رسالة لفيكرام وبيقول له انا عايز اقابلك بكرة، وبيبعت له العنوان. وفعلا تاني يوم بيروح يقابله وكل واحد بيكون موجه سلاحه على التاني. فبيقول له فيكرام خلينا نتكلم بالعقل وقول لي انت عايز ايه، شكلك تعبت وعايز تسلم نفسك. فقال له انا عايز اديك فرصة تنقذ ناس ابرياء من الموت. فبيسأله اشمعنى انا؟ ما انت ممكن تطلب مساعدة من اي حد تاني. فقال له انا مش واثق في حد غيرك. فبيسأله واثق فيا ازاي والمفروض ان عدوك؟ فقال له هدفنا واحد وهو اننا نحمي البلد، منظمة كلا عايزين يقتلوا عيلة الوزير عشان يضغطوا عليه ويشتغل معاهم، وانت مهمتك انك تبوظ العملية دي واللي انا هكون جزء منها. المهمة دي محتاجة شخصين، انت مع فريق الانقاذ وانا في العصابة. فقال له انا موافق. وفي اليوم التاني بنشوف عيلة الوزير وهم في الطيارة عشان يستعدوا للرحلة، ووقتها بتتثبت الأجهزة دي على الطيارة وهي في الجو. وبيكلم كبير قائد الطيارة وبيقول له الأجهزة اللي قدامك دي في منها واحد للتشويش والتلاتة الباقيين متفجرات، عشان كده لازم تنفذ الأوامر وتنزل للارتفاع اللي هقولك عليه. فبيسأله طب لو ما عملتش كده؟ فقال له يبقى هنفجر الطيارة دلوقتي. فبيضطر يسمع كلامه. ووقتها بتكون العيلة فاقدة للوعي بعد ما المضيفة حطت لهم منوم في العصير، وبتظهر طيارة تانية فوقهم وبينزل منها مجموعة من العصابة وبيفجروا الباب وبيدخلوا، لكن بيلاقوا فيكرام مستنيهم وبيفضل يضرب فيهم بكل قوته لحد ما بيكسرهم، وبيطلع فوق الطيارة عشان يكمل على الباقي.
وبيقدر يتعامل معاهم بكل احترافية، لكنه كان هيقع. لكن بيلحقوا كبير في الوقت المناسب وبيتعاونوا مع بعض وبيقدروا يدمروا كل العصابة. ولما بيشوف الشخص ده اللي بيحصل بيفصل الويرات عشان يخلص منهم، لكنهم بيثبتوا مكانهم. وبيفكر كبير الطيارة باللي فيها، ولما بيدخلوا الطيارة بيخلص فيكرام على المضيفة، وبيكون كبير مبسوط ان المهمة تمت بنجاح. لكنه بيتصدم لما بيلاقي فيكرام بيخلص على كل عيلة الوزير، فبيقول له انت طلعت تبع كالي. فقال له مشكلتك انك بتثق في الناس بسهولة، دورك لسه ما جاش. وبيديله باراشوت وبيقول له اهرب يا كابو. فبيتصدم كبير لما بيسمع اسم كابو وبيقول له انت راجو. لكن فيكرام بيرميه من الطيارة وبيقول له مش وقت احضان. وبالليل بيكون كبير قاعد في الغابة وبيفتكر ايام زمان وهو حزين. وبنرجع بالزمن لسنة 1999 وبنشوف كبير وهو بيتضرب من الأولاد دول، لكن راجو بيوصل وبيضربهم وبياخد كبير وبيجري من المكان وبينط بسرعة على القطر عشان يهربوا منهم. فبيشكر كبير راجو على اللي عمله معاه، فبيسأله انت بتعمل ايه في الشارع؟ فقال له والدتي ماتت وانا صغير، ووالدي انتحر الشهر اللي فات بسبب الديون اللي عليه، وانا ماليش حد بعدهم غير الشارع. فقال له بس انت شكلك محترم وابن ناس ومش هتعرف تعيش في الشارع زينا، عشان كده انا هعلمك كل حاجة، انا كمان ماليش حد ويا ريت تعتبرني اخوك. فقال له اوعدك اننا نكون اخوات لاخر نفس. وفعلا بيبدا راجو يعلمه ويدربه لحد ما بقى محترف في كل حاجه، وبقوا يسرقوا هما الاتنين عشان يعيشوا. لكن في يوم الشرطه بتشوفهم وبيقدروا يمسكوا كبير، لكن راجو بيهرب منهم، لكنه ما بيرضاش يسيب صاحبه وبيسلم نفسه. فبيقول له كبير ايه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال له انا ماليش غيرك، واحنا اخدنا عهد اننا مش هنسيب بعض مهما حصل. وبعد مده بيقول راجو الكبير احنا لازم نهرب النهارده، لان ما ينفعش نقعد هنا اكتر من كده، انا وانت لما نكبر لازم نحكم العالم. لكن وقتها بيوصل الضابط لوسر وبيجمع كل المساجين وبيقول لهم في منكم حراميه ومجرمين والمستقبل بتاعكم ملوش ملامح، لكن دلوقتي جات لكم فرصه عشان تتغيروا للاحسن والكل يحترمكم، مين مستعد يغير حياته؟ فالكل بيرفع ايده وبيوافق. وبعدها بيتعمل لهم مجموعه اختبارات وبيقدر كبير ورجل ينجحوا فيها، وبيقعد لوسر مع كل واحد وبيساله شويه اسئله وكل واحد بيجاوب حسب وجهه نظره. وبعد نهايه الاختبارات بيجمعهم لوسر عشان يقول لهم النتيجه، وبيقول لهم في 2 بس هم اللي نجحوا في الاختبارات وهينضموا للجيش. اول واحد هو كبير، فبيفرح جدا وبيفرح له راجو وبيستنى هو كمان يتنده اسمه، لكن لوسر بيختار واحد تاني فبيتضايق جدا وبيقول له ايه المنطق اللي يخليك ما تختارنيش؟ انا نجحت في كل الاختبارات. فقال له انت عديت في الاختبارات البدنيه بس للاسف ما تعرفش اي حاجه عن الخدمه. فبيساله هو الجيش محتاج مقاتل ولا خدام؟ فقال له احيانا مقاتل عشان يقاتل لبلده او خادم عشان يخدم الناس. وكبير وزميله عارفين ده كويس عشان كده نجحوا. عموما انا هرجع بعد 6 شهور واعمل نفس الاختبارات، حاول تراجع نفسك شويه واكيد هتنجح. بعدها بيروح كبير لراجو وبيقول له كلها 6 شهور واستحملهم وتعالى على نفسك وهنكون مع بعض من تاني. فقال له احنا هنهرب من هنا، لكنه بيرفض وبيقول له احنا مش هنهرب، دي فرصه ومش عايزين نضيعها من ايدينا. فقال له انت نسيت ان انقذتك من المجرمين وعلمتك كل حاجه؟ عموما براحتك، بس من النهارده انت من طريق وانا من طريق. وبيسيبه ويمشي، ومن يومها ما شافوش بعض. وفي الوقت الحاضر بنشوف فيكرام وهو قاعد بيشوف الوزير في لقاء وبيعلن للكل عن اللي حصل لعيلته، وبيقول انا اكيد زعلان، لكن ده مش هيخليني اضعف واعمل اللي المنظمه عايزاه، بالعكس ده بيزيدني قوه. وقتها بيكلمه جوتام وبيقول له انت كان في ايدك تقتل كبير على الطياره، ليه ما عملتش كده؟ فقال له طب ما هو خدعك ووصل المنظمه، هي نفس الفكره. فقال له خلاص المطلوب منك تبحث عنه، بس المره دي لازم تخلص عليه. فقال له انا عارف كبير فين، كبير هيبقى في نفس المكان اللي انت فيه. فبيساله قصدك ايه؟ فقال له انت بالنسبه له قائد المنظمه وانت اللي خليته يخلص على لوسر بايده. فقال له ما تقلقش عليا، هو مش هيقدر يوصل لي مهما حصل. فقال له بالعكس ده هيوصل لك اسرع مما تتخيل، من مصلحتك دلوقتي تبعت لي مكانك عشان احميك. وبيقفل معاه، وفعلا بيوصل كبير لليخت اللي موجود عليه وبيخلص على كل رجالته لحد ما بيوصل له. وبيكون جوتام مصدوم ومش مصدق انه قدامه. ووقتها بيتعمل اجتماع مباشر مع اعضاء المنظمه وبيعرف ان خطتهم الجايه هي اغتيال رئيس الوزراء الهندي، وهنعين البديل بتاعنا مكانه ونقدر نتحكم في كل مؤسسات البلد. ولما بيسأل واحد منهم على كبير بيقول انا موجود، انسوا كل الخطط اللي قلتوا عليها، لان احسن حاجه لكم تلاقوا مكان امن بعيد عني، لان هوصل لكم وهخلص عليكم واحد واحد. وبيقول له جوتام قدامك خيارين، اخلص عليك دلوقتي يا اما ترجع الهند وتقول للمخابرات على كل حاجه عن المنظمه. لكن وقتها بيتضرب كبير رصاصه في كتفه، وبيكون فيكرام هو اللي عمل كده، وبيقول له انت مفكر نفسك انك تقدر تهزمني؟ معقول هتتفوق على معلمك؟ انا وانت جايين من نفس الشارع، ليه الناس تحترمك وانا لا؟ وبيقول له جوتام انت كنت هتضم كبير للمنظمه وانا بقالي فتره كبيره معاك ومع ذلك لسه ما انضمتش. فقال له انت قوي جدا، لكن المشكله انك مش هتفهم خططنا لانها اكبر من استيعابك. فقال له يعني انت جايبني للمهمات بس، وبيديله رصاصه عشان يخلص منه.
فبيقول له كبير انت سبتني عايش عشان تورطني في قتل جوتام وتاخد انت مكانه، انا طول ال20 سنه اللي فاتوا كنت بدور عليك في كل مكان عشان اقابلك. فقال له انا كنت براقبك خطوه بخطوه وعارف كل اللي بتعمله، انت بالنسبه للناس الجندي البطل اللي بيحمي بلده، لكن بالنسبه لي انت لسه العيل الصغير اللي كنت بحميه، لكن ما تمرش فيك وبعتني. النصيحه مني اوعى تقرب مني تاني والا هخلص عليك. فقال له بس انا في سؤال محيرني، لما منظمه كالي تسيطر على الهند انت هيكون دورك ايه؟ فقال له انا اللي همتلك المنظمه وهسيطر على كل حاجه، لو ما كنتش سبتني زمان كنت هتكون معايا دلوقتي وكنا هنحكم الهند مع بعض، لكنك طلعت غبي. وبيرفع عليه السلاح عشان يخلص عليه، لكن كبير بيفجر المكان وبيهرب بسرعه، فبيؤمر رجالته يطلعوا وراه عشان يصفوه، وبيحاول كبير انه يهرب منهم وبيقدر يدمر الطياره باللي فيها، لكن فكران بيوصل وبيطارده في كل مكان في البر والبحر، وبعد مطارده طويله ومثيره بيقدر يهرب منه بصعوبه، وبيلحق فكران نفسه على اخر لحظه قبل ما يموت، وبيروح يجتمع مع الفريق وبيشوفوا صور اليخت اللي اتقتل فيه جوتام. فبيقول لهم كران لازم تركزوا على البحث اكتر وتجيبوا لنا ادله اكتر، وبيأمر فكرام يسافر مع رئيس الوزراء لسويسرا عشان يأمنه، لان اكيد كبير هيستهدفه. ولما بتقلب كافيا في الصور بتشوف الخاتم ده، فبتدور في كل حاجه لحد ما بتلاقيه، وبتقول لكران انا عرفت مكان كبير بس انا هروح لوحدي وهقدر اجيبه. وبتفتكر وهي في الطياره اللي حصل من 15 سنه، وبنعرف ان هي وكبير كانوا بيحبوا بعض جدا، وفي يوم بتجيب له خاتم وبتتقدم له وبتقول له لانك بطل فانا عملته من الرصاص. فقال لا مش هينفع، انا طول الوقت بنفذ مهمات وبخدم البلد، وممكن في اي وقت حد يستهدفني وساعتها هتعيش حياه عيسى، صدقيني انا خايف عليكي. فبتتقبل كلامه وبتقول له عندك حق، بس خلي الخاتم ده معاك لان لما اتجوز هجيب دهب، لانه اكيد هيكون شخص عادي مش بطل زيك. وبتمشي وهي حزينه، وفي الوقت الحاضر بتروح لكبير فبيقول لها انا عايز اتكلم معاكي واحكي لك الحقيقه، انا ما كنتش مستعد انهي حياه والدك بايدي، بس صدقيني هو اللي طلب كده عشان البلد. فقالت له والدي ضحى بحياته عشان بلده، ولو نجحت كل مخططات المنظمه فالتضحيه دي هتروح على الفاضي. كران امر فكرام يامن مؤتمر رئيس الوزراء لانه اكيد هدف المنظمه، ووقتها بنشوف فكرام وهو رايح يحضر اول اجتماع للمنظمه، وبيقولوا له انت دلوقتي واحد مننا. فقال لهم انا فرحان جدا، بس فرحتي مش هتكمل الا لما اخلص على كبير، اوعدكم انه هيموت في اقرب وقت. فبتقول له الست دي احنا عايزين نلغي عمليه اغتيال رئيس الوزراء لان كبير عرف كل حاجه ومش هيسمح لنا ننفذ المهمه. فقال لها مش هيقدر يعمل حاجه ولا حد هيصدقه لانه بالنسبه لبلده هرب ومطلوب القبض عليه، وعموما انا هكون موجود لان جزء من الفريق، محدش هيقدر يمنعنا من تنفيذ خطتنا. وبالليل بتكلم كافيا الوزير وبتساله انت فين؟ فقال لها في الطريق للمطار. فقالت له كبير معايا وعايزين نتكلم معاك في موضوع مهم. فقال لها مش هينفع في التليفون، انا هبعت لك موقع لمكان كنا بنتقابل فيه انا ووالدك، استنيني هناك وانا جاي لك. وفعلا بتوصل للمكان هي وكبير، لكن وقتها بيجي لهم مجموعه مسلحه وبيفتحوا النار عليهم وبيحاولوا انهم يتصدوا ليهم، لكن العدد بيكون كتير وبيتحاصروا من كل اتجاه. وفي الوقت المناسب بيوصل كرام بالسلاح وبيفتح النار على الكل وبيقدر يخلص عليهم. فبيسأله كبير هو العقيد لوسر حكى لك عن المنظمه؟ فقال له انا اللي حكيت له لان كنت براقبهم بقالي 5 سنين، لوسر حكى لي عنك كل حاجه وعارف قد ايه انت بطل، المهم دلوقتي لازم نقبض على فكرام. فقال له اكيد هيغيروا الخطه وهيرتلوا رئيس الوزراء، خلي كل حاجه ماشيه زي ما هي واحنا هنعمل تعديل بسيط بس. وبيخلي واحد من العصابه لسه عايش يكلم فكرام عشان يقول له ان كبير مات وانتهى للابد، فبيزعل فكرام عليه لانه مهما كان صاحبه. بعدها بنشوف رئيس الوزراء وهو نازل من الطياره، فبيقول فكرام للحراس عايزين نشدد الحمايه في كل مكان، لكن كرام بيقول له في تعديل بسيط هيحصل، انت هتحمي الوزير لانه مستهدف وانا اللي هامن موكب رئيس الوزراء. فبيتصدم فكرام من التغيير اللي حصل وما بيكونش قدامه حل غير انه ينفذ الاوامر. ولما الوزير بيشوفه بيكون مستغرب وبيقول له انت المفروض تكون مع رئيس الوزراء عشان تنفذ المهمه. فقال له كران هو اللي طلب كده، واحب اطمنك ان كبير مات، يعني خلاص محدش هيضايقنا تاني وكلها 40 دقيقه وتبقى رئيس الوزراء الجديد. فقال له اخيرا هنحقق حلمنا ونحكم الهند، لكن فجاه بياخد رصاصه وبيموت. وبيكلمه كبير وبيقول له انا هفضل دايما سابقك بخطوه، وبيديله رصاصه في صدره وبيقول له ما تقلقش مش هتموت، انت كده كده مش فارق معايا والمنظمه هي اللي هتخلص عليك لانك فشلت في المهمه، الوداع يا صاحبي. وفعلا بيتم نقله للمستشفى وبيدخل مجموعه من المنظمه عشان يخلصوا عليه، وبيخلوه يكلم القاده لاخر مره وبيقولوا له انت فشلت في المهمه وهتموت دلوقتي. فقال لهم ادوني فرصه اخيره لمده 24 ساعه واوعدكم ان اخلص عليه قبل المده ما تخلص. وفعلا بيوافقوا وبيطلع من المستشفى وعينه كلها غضب وانتقام. وقتها بيكلموا كبير وبيسالوا المنظمه ادتك مهله 12 ساعه ولا 24؟ فقال له انا هسالك سؤال، لو انا وانت تواجهنا دلوقتي يا ترى مين اللي هيفوز؟ لو عايز تعرف فانا بطلب منك مواجهه اخيره انا وانت بس، واوعدك ان هقضي عليك للابد. فقال له اتفقنا، ابعت لي موقعك وانا هجيلك. ولما بيعرض الامر على كران وكافيا بيرفضوا
وبيقول له كران انت وقعت في نفس الفخ اللي لوثر وقع فيه وهتخسر حياتك، فقال انا مستعد لاي حاجه، فيكرام هو الوحيد اللي يعرف اعضاء المنظمه عشان كده مش هسيبه، اهم حاجه دلوقتي انك تامن رئيس الوزراء وترجعه الهند وانا هخلص كل حاجه. فبتقول له كافيا خلي بالك من نفسك، وبيسيبهم ويمشي. وبيوصل بعدها لفيكرام فبيوروا له بث مباشر وبيشوف ان في عدد من الاشخاص هيغتالوا رئيس الوزراء، فبيبلغ كران بالسماعه اللي معاه عشان ياخد باله، وبيبدا ضرب النار بين الكل. وبيحاول كران وكافيا انهم يحموا رئيس الوزراء بكل قوتهم، فبيتعصب كبير جدا من اللي حصل وبيفضل يضرب في فيكرام بكل قوته، وهو بيسيبه يضرب براحته وبيفضل يستفز فيه وبيفكره بكل اللي ماتوا بسببه. وفي اللحظه المناسبه بيبدا يضرب فيه بكل قوته وبيقول له انت خنتني بعد كل اللي عملته عشانك، وبيكمل تكسير فيه لحد ما بيدمره. في الوقت ده بيخلص كران وكافي على العصابه وبيركبوا الطياره مع رئيس الوزراء، وبيكلم كبير وبيقول له احنا في امان. فبيفهم من نظرات فيكرام ان لسه في حاجه تانية، وبيقول له خلي بالك من اللي معاك على الطياره. فبينزل كل الموجودين وما بيفضلش غيره عشان يحمي الوزير، وبتروح كافي عشان تسوق الطياره، وبيقوم من تاني وبيهجم على فيكرام وبيفضل يضرب فيه بكل قوه وغضب لحد ما بيخلص عليه، لكن ما بيرضاش يموته، ده بالعكس بيكون حزين عليه. فبيقول له فيكرام لوثر كان عنده حق لما قال ان ما بفهمش حاجه، انت اللي كنت دايما الاول في كل حاجه، يا ريت تسامحني على اي حاجه عملتها، انا اللي غلطان وانت اللي كنت صح طول الوقت، الاهم مني دلوقتي انك تنقذ رئيس الوزراء لان في متفجرات في جثه الوزير. وفعلا بيبلغ كرام باللي حصل، فبينزل بسرعه وبيرمي الصندوق قبل ما ينفجر على اخر لحظه. فبيقول له فيكرام انا كده عملت اللي عليا، سيبني هنا وامشي بس اوعى في يوم تنساني. فقال له انا عمري ما هسيبك، وبياخده عشان يعالجه. وبعد 9 شهور بنشوفه هو وكبير بيتحدوا مع بعض وبيسافروا لكل عضو في منظمه كالي لبلده، وبيخلصوا عليهم واحد واحد عشان تنتهي المنظمه للابد. وبيقول له اكيد هنتقابل في مهمه جديده، سلام يا صديقي. وبيقرر يتجوز كافيا ويعيش معاها اللي باقي من عمره لحد ما يتكلف بمهمه جديده. وبكده بينتهي الفيلم. اتمنى لو عجبك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.